قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم. تخيل معايا كده الدنيا حر، مفيش تكييف، مفيش مراوح، الكهرباء مش موجودة أصلا، وانت قاعد بتصب في عرق. طب يا ترى الناس زمان كانوا بيستحملوا الحر ده كله ازاي؟ يعني احنا دلوقتي لو الكهرباء قطعت ساعة بنحس اننا هنموت من الحر، بس الغريب ان اجدادنا واهلنا ما كانوش بيشتكوا. في الفيديو ده هنعرف ازاي زمان الناس اتعاملت مع الحر من ايام الفراعنة لحد اوائل القرن العشرين، وازاي كل طبقة فيهم، الغني، الفقير، الفلاح، البدوي، حتى الاوروبي، كان عنده طريقته الخاصة في التبريد. وكمان هنتكلم عن سر مهم، الرحلات للمصيف. والله الناس كانت بتروح الشواطئ تهرب من الحر، بس مش بنفس الطريقة اللي بنشوفها دلوقتي. ولسه جديد في القناة متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلنا الفراعنة كانوا عايشين في جو حر جدا، لكن بذكائهم بنوا بيوت من الطين والطوب اللبن، فيها شبابيك صغيرة وسقوف عليها، والتهوية كانت متخططة صح من غير أي مروحة. كانوا بيلبسوا هدوم خفيفة من الكتان، وده اتضح من الرسومات اللي على جدران الفراعنة القدماء، واستخدموا مراوح يدوية مصنوعة من سعف النخيل. والناس الأغنياء كان عندهم خدم بس مهمتهم يهفوا عليهم شوية هوا. غير كده كانوا دايما قريبين من النيل، والمية كانت وسيلة طبيعية للتبريد. نروح لحتة كتير محدش بيتكلم عنها. الناس زمان كانت بتروح الشواطئ في أوائل القرن العشرين قبل ما يبقى فيه تكييفات ولا مراوح بالكهرباء. كان الحل هو الهروب للبحر. الناس الأغنياء اللي من الطبقات العليا في مصر كانوا بيروحوا اسكندرية، رأس البر، بورسعيد، سيدي بشر، وكانت تسمى المصيف مش بس عشان البحر، لكن لأن الجو هناك أبرد من القاهرة، أبرد من صعيد مصر. مثلا اللي عنده فلوس بيأجر أوضة في فندق على البحر، واللي مش قادر كان بيروح ينام على الشط حرفيا حتى لو يومين. الناس اللي عايشة في الصحراء طول عمرها عارفة تتأقلم. البيوت من الطينة، الملاقف فوق السطوح تدخل الهواء، الشبابيك صغيرة جدا. الملاقف دي بتشتغل ازاي؟ هي عبارة عن برج طويل مبني فوق سطح البيت، في فتحات من الجوانب بتلقط الهواء من فوق وتوجهه لتحت البيت، فالهواء بيتحرك جوه المبنى ويبرده، وفي نفس الوقت بيطرد الهواء السخن لفوق، كأنك حاطط مروحة ضخمة شغالة من غير كهرباء. والمية دايما كانت موجودة في جرة فخار تبردها طبيعي. لبسهم واسع وابيض عشان ما يمتصش الحرارة ويعكس ضوء الشمس. والاغرب انهم كانوا بيشربوا مشروبات سخنة عشان الجسم يعرق ويبرد نفسه بنفسه. في الصين واليابان بقى المراوح كانت مش بس وسيلة تبريد، دي كانت فن ومكانة. كانوا بيستخدموا مراوح من ورق الأرز أو الحرير مثبتة على عيدان خفيفة من الخيزران. الناس العادية تمشي بيها في الشارع، لكن الأغنياء كان عندهم خدم مخصوصين لتهوية المكان زي في الحضارة الفرعونية. كمان بيوتهم كانت معمولة بخشب خفيف، وباب يفتح على الجنينة عشان يدخل الهواء من كل الاتجاهات. في أوروبا خاصة في العصور الوسطى البيوت كانت حيطانها سميكة جدا عشان تمنع الحرارة، والشبابيك طويلة ومفتوحة دايما للتهوية. الأغنياء كانوا بيعلقوا ستاير مبلولة على الشبابيك عشان الهواء اللي يعدي منها يبقى بارد. أما الفقراء كانوا بيناموا في الشوارع، أو ممكن يحط المرتبة على السطوح بالليل وينام. وفي تلاتينات القرن ال19 رجال أعمال من أوروبا وأمريكا قرروا يشغلوا دماغهم على الناس ويتاجروا في التلج، ودي كانت حاجة غريبة جدا. والعمال كانوا بيروحوا بالسفن لمناطق ثلجية وينقلوها، وكان بيتم تخزينه في غرف سمكية جدا تحت الأرض. واشتهرت تجارة وبيع التلج، بدأ الناس يستخدموه في تبريد الجو ويعملوا منه مشروبات باردة ويخزنوا فيه الأكل. الفلاح المصري كان عارف يتعامل مع الجو ده كويس جدا. بيته من الطين، سقفه من جريد النخل، بيصحى بدري وبيشتغل وقت الفجر قبل الشمس ما تولع. وواحدة واحدة الطرق إن الفلاح يحط أوعية مية في الفخار في بيته عشان تبرد الجو، ويكمل شغله في العصر لما الشمس تهدى، والظهر ينام في الظل ويشرب من جرة الفخار وياكل أكل خفيف. وكمان لما الحر يزيد جدا كان ياخد أولاده ويروحوا مصيف الغلبة الترعة، يختصوا ساعة ولا ساعتين ويرجعوا مكملين اليوم. وبعد الرحلة الطويلة دي ومع تطور الكهرباء في سنة 1888 تم اختراع أول مروحة كهربائية على إيد المخترع الأمريكي شايلر سيكستويلر. وبعدها ب20 سنة ويسكيلر قدم التكييف، لكن وقتها كان ضخم جدا ومكلف جدا، فقرروا يستخدموه في المستشفيات. وفي خمسينيات القرن العشرين حصلت طفرة كبيرة في المكيفات، واتباع وقتها أكتر من 1,000,000 تكييف. يعني باختصار الإنسان دايما عبقري في التأقلم، سواء كان في قصر ولا في بيت من طينة، في أوروبا ولا في صعيد مصر. دايما كان في حلول ذكية وبسيطة للهروب من نار الصيف. التكييف والمراوح سهلت حياتنا، بس خلانا ننسى قد ايه اجدادنا كانوا شاطرين في الهواء الطبيعي. يعني وانت ماسك ريموت التكييف
او بتدوس على زرار المروحة، اعرف ان البشرية عدت بتاريخ طويل عشان انت تدوس على الزرار، سواء كان تكييف او مروحة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك واشتراك في القناة، وقولي في الكومنتات لو كنت مولود من 100 سنة كنت هتروح المصيف ولا كنت هتخترع اول مروحة كهرباء في قريتك. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.